السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وراندا. اليوم غنصايب معكم مملحات كيجيو زوينين وبنان ومقرمشين، كيجيو ساهلين في التحضير، واللي ما عمر صايبهم يجربهم، كيجيو ساهلين. وبقوا معايا حتى لاخر الفيديو. كنوجد القصريه وكنخوي فيها بيضه وحده وجوج معالق الزبده كبار، 3 الفرماجات وشويه المعدنوس وراس ديال الثومه محكوك. واللي ما عندوش، اللي مبغاش يدير الثومه محكوكه يدير الثومه ببودره. عندي نص كاس ديال الزيت مخلط بزيت المائده وزيت الزيتون، معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه ديال الكمون ومعلقه ديال الملحه، معلقه ديال القزبر مدقوق ونص معلقه البزار، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك ومعلقه ديال ليموطار ومعلقه ديال الهريسه. كنخلط الفرماج والتوابل والزيت، كنخلطهم مزيان حتى كيندمج ليا الخليط. عاد كنضيف 3 الكيسان ديال الماء، كيسان ديال الماء بقياس كاس العنبه. عندي هنايا الدقيق الابيض وكنبقى نخلط وكندخل عير بتدريج. باش جمعت العجينه كيلو وشي حاجه ديال الدقيق. بالنسبه للعجينه ما كندلكهاش، كنجمعها عير بصباعي بنكون كنحربل في العجينه باش ما تقطعش ليا. بالنسبه للكيسه اللي درت ديال الماء كنديرو عير من الروبيني، كنديرو من السخان. هنا جمعت العجينه، ما جات قاصحه ما جات رطبه كيفاش جات دايره، وغادا نقطعها. كنقطعها قطيعات صغار بحال هكايا وكنغطيهم على البرد. بغي قطعتهم كنديرهم في الطبسيل وكنغطيهم وكنبدا نحربل، كنحربل تحربيل رقيق بحال بهذا الشكل هذا. كنبقى نحربل وكنحط في اللاطه، كنبقى غادا بهذا الشكل حتى كنكمل. كنعمر اللاطه كندخلها الفران، والفران يكون سخون، وكندير لي معير نص طيبه. فكيفاش جا الحجم ديالهم جا رقيق. هنايا جبت اللاطه من الفران، كيفاش كيجيو رطبين. نخليهم حتى كيبردوا عاد كنبدا نقطع فيهم. كندير مقص وكنبقى نقطعهم بهذا الشكل بحال هكا صغيورين بحال هكايا حتى كنكمل. كنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كنكملهم. قطعت المملحات كاملين كنديرهم في لاطه كيفاش جاو الشكل ديالهم، وكنسخن الفران كيكون سخون، وعاد كندخلهم الفران وكنبقى رده البال معاهم وكنبقى نحركهم حتى كتكون النار مهيله، وكنبقى نحرك فيهم. كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين. ها كيفاش جاو دايرين، كيجيو زوينين وبنان. واتمنى يعجبكم الفيديو، والى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك والمشاركه، وشكرا.